السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة تشكيلة محاشي بقى كلها في الفرن، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنعمل شيش طاووق بقى وهندلع عشان الحبايب، ما شاء الله تبارك الرحمن. تشكيلة محاشي بقى في منتهى الروعة. شايفين المحشي وجماله، شايفين الممبار، والله بكل سهولة بكل سهولة كده، وكانت قرفتهم زي الفل. يلا بينا بقى نشوف التشكيلة بتاعت المحشي ايه. الله على الجمال، الله على الحلاوة، كل حاجة بقى كل معلوم. معايا الطماطم بقى بتاعتي، ومعايا البصل، ومعايا الفلفل الألوان، ومعايا الكرنبة الجميلة بتاعتي. طبعا أنا قورت الكوسة وقورت البدنجان، شايفين الشكل والجمال والحلاوة. ده الكرنبة بتاعتي. وهنعمل بقى ايه يلا نطلع الحلل بتاعتنا بقى، يلا نطلع المستخبي. ضربت البصل في الكبة بتاعتي، معايا فلفل اسمر، معايا كمون، معايا شوية كزبرة حلوين كده، وحطيت بابريكا. انتوا عارفين ان انا بحب التوابل بتاعتي على الايه، على المحشي. حطيت الطماطم بتاعتي، جبت المية بقى وسلقت الكرنبة بتاعتي، حطيت فيها شوية سكر وحطيت فيها شوية كمون، وسلقت الكرنبة بتاعتي. جبت بقى البدنجان وغسلته كويس جدا، وحطيت مية وحطيت خل ونقعاه هو زي الفل، شوية ملح بقى وشوية سكر كده، وخليته زي الفل وصفيته. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. صفيته بقى. معايا بقى شوية ممبار، غسلتهم غسلة محترمة بدقيق بقى وملح بقى وشوية ليمون، وحاطة ليمون. الخضرة بتاعتي 3 أنواع، كزبرة، كزبرة بقى كده الجميلة بتاعتي كده، وشبت وبقدونس. وده الكرنب بتاعتي بعد ما سلقته بقى. أدا الصلصة بتاعتنا الجميلة، والرز مغسول كويس جدا جدا جدا. هحط الصلصه بتاعتي على الرز. طبعا هنا بصلايه كده، شويه بصل بقى شلتهم كده ودعكتهم بملح وكمون. والخضره بتاعتي 3 أنواع زي ما انا قلت لكم. الرز متصفي، والصلصه بتاعتي جاهزه حطيت عليه، وهنقلب بقى. ما شاء الله تبارك الرحمن، الصلصه زي الفل، والرز بتاعي هوت جميل، والخضره حطيتها عليهم. وهنبدا بقى ايه، نعمل بقى الرز بتاعنا والخلطه بتاعتنا الروعه اللي قدامكم ده، والتوابل بتاعي. وانا حطيت هنا بقى ايه، شويه زيت. انا حاطه في التسبيكه بتاعتي شويه زبده كده محترمين، وشويه زيت ذره محترمين كده عليهم، ما شاء الله. ودي الحله بتاعتي بقى، فرشت بقى في الحله بتاعتي بقى ايه، الورق من العروق كده. شايفين الحشو بقى، انا بحب احشي الكرنب جدا جدا جدا. البتنجان والفلفل ما بحشيهمش جامد، بسيب مسافه كده. شايفين المحشيه تروح المعرض. شايفين المحشيه بتاعتي ما شاء الله. شويه، وحطيت برضو شويه بصل كده من اللي انا متبلاهم دول تحت برضو عشان يدروا. ادي الكوسه بتاعتي حطيتها في الايه بتاعتي اهيت، حطيتها هنا هو. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الجمال، شايفين الجمال والحلاوه. اللهم بارك، بألف هنا وشفا اللي ياكل. وعملت هنا اهوت وسلقت. طريقه سلق الممبار انا عاملاها لكم في فيديو تاني. بس ان الكوسه اهيت حطيتها في القارب البايركس بتاعي، وزيت الشوربه بقى بتاعت اللحمه هنا هي. زيت الشوربه بقى بتاعت اللحمه للكل بقى. وحطيت ولعت الفرن، مفيش حاجه عاملاها على عين البوتاجاز، حطيت كله في الفرن. حطيت بقى معلقتين صلصه في قلب الشوربه اللي انا عملتها دي. شايفين الجمال والحلاوه. شايفين المحشي كله في الفرن، في قلب الحلل، في قلب الفرن القرقبايل. شايفين المحشية من واحدة من واحدة والله. واللحمة برضو حطيتها بعد ما سلقتها، حطيت عليها شوية بصل كده، وحطيتها ايه على الوش كده، خلقتها كأنها كانت عاملة زي الكباب. ادي الرصة بتاع الكوسة بتاعتي متحمرة، وده اللحمة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعة والله ما في أسهل من المحشي عندي، هو والبشاميل. الخلطة بتاعتي جميلة، والتوابل بتاعتي تبقى مظبوطة في قلب الحاجة كده. شايفين حباية من حباية، حباية من حباية كانت سخنة على ايدي أول، أنا بقطعها أوريها لكم. شايفة تحمير الممبار، أنا الممبار والشيش بقى طبعا أنا عاملاه لكم قبل كده في قلب الفيديو. اللي عايز يشوف طريقة الشيش ينزل الفيديو، او ايه اسجله لكم مرة تانية. اكتبوا لي في التعليقات حابين ايه. بحبكم في الله، يا ريت اشتراك في القناة لحبيبكم شيري، واحلى متابعين في الكون كله. بحبكم في الله. شايفين الجمال، عاملة بقى حبة ملوخية اوعى وشك. شايفين الجمال والحلاوة، والله العظيم الولاد شربوها بالمعلقة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين المحشي وجماله، والشيش وجماله. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة الجمال ده بتاعي ده. احلى سفرة لاحلى حبايب في الدنيا كلها. بحبكم في الله، اخواتي وحبايبي وصحابي.